تعالى اقول لك على حاجه. هي ضحك، بجد والله هي ضحك. ازاي يبقى عندي لعيب ومش عامل له اقامه؟ ازاي يبقى عندي لعيب وانا مش عامل له اقامه، مش عامل له اي حاجه، مش عامل له. اللعيب ده جاي كده زي سياحه، معاه فيزا سياحه وبتتجدد له مع الوقت. او انت ما كنتش عامل في اعتبارك مثلا ان هو اللعيب مثلا جاي 6 شهور واعاره 6 شهور وماشي. طب انت فعلت بند الشراء، المفروض كنت تمشي في اجراءاته ان هو يخلص الكلام ده. هو ده لو بيدل على حاجه فهو بيدل على قله التنظيم. انت ما عندكش تنظيم في الاداره، انت ماشي كده، ماشي في نور الله بدعي واقول يا رب بس. انا مش عارف احنا لحد امتى هنفضل ماشيين بالمنظر دوت. انت ليه بتتعامل مع المشكله لما بتحصل؟ ليه ما بتتجنبش المشكله؟ ليه اصلا انت ما بتتجنبش المشكله دي؟ ده محمود بن تاج، ده المختصر المفيد بتاع محمود بن تاج. محمود بن تاج للاسف مش هيسافر مع الفرقه لجنوب افريقيا للاسف. ونفس الكلام كان هيحصل مع صلاح مصدق، الا ان صلاح مصدق كان بتاع دوت معاه جواز سفر اسباني فهياخد التاشيره عادي. نفس الكلام كان هيحصل مع سيف الجزيري، بس سيف الجزيري برضه عدى من الموضوع وهياخد. انت ليه مش مجدد اقامات للناس ديت؟ ليه مش عامل لهم كده يا جدعان؟ السبهلله دي مش نافعه، والله السبهلله دي ما نافعه وهتودينا ورا الشمس. احنا كده كده رايحين ورا الشمس. السكوت بيلخص كلام والله كتير. طب دي كانت نقطه، تمام. خليني اقول لك على نقطه تانية. موضوع الانسحاب انا اتكلمت فيه قبل كده، بس اتفرج على الفيديو ده الاول، تمام، وهنشوف هنقول ايه. اتفرج انا قلت لك ايه قبل كده برضه هنقوله تاني. انت كنادي الاهلي او اداره النادي الاهلي انت ما احترمتش جمهورك. انت بتلعب بجمهورك كوره، اقسم بالله انت بتلعب انت بجمهورك كوره. انت يا باشا انت ولا عشان حكام ولا عشان انت، بس القرعه كلها مش على هواك. انت القرعه مش على هواك، مش جايه معاك القرعه، مش عاجباك. كل الكلام ده احنا كنا متفقين عليه، الكلام ده متفق عليه من رابطه الانديه. ويعني يعني اتنين مسؤولين في الناديين اكدوا الكلام دوت، يعني مصادر موثوقه. انا قايل لك قبل كده يا صديقي ان الماتش مش هيتعاد، وللاسف مجلس اداره الاهلي او سوشيال ميديا الاهلي بتضحك على باقي الجمهور، بتشتغل باقي الجمهور، بتستخف بعقول الجمهور، وده طبعا عيب. لازم انا كمجلس اداره او كمسؤول في نادي اهلي، تمام، ان انا احترم عقل او عقليه مشجعي. انا قلت لك ان هو الماتش مش هيتعاد بالدلايل، ببص بمستندات بتاع، الماتش مش هيتعاد. وده اللي حصل. اللي حصل ان فعلا الماتش ما اتعادش ومش هيتعاد، واتطبقت على الاهلي اللائحه. ما تقوليش بقى انا رفاعي، ما تقوليش انا الدوله، ما تقوليش انا الكلام دوت. انت للاسف كاهلي حطيت نفسك في موقف ومعرفتش تخرج منه. لو عايز الشكل يبقى شيك قدام جمهوري، والله يا جماعه احنا فعلا القرار كان غلط واتطبق علينا اللائحه وخلاص. ما تقعدش تكابر تقول لي انا هلغي النشاط الرياضي، انت دلوقتي اصلا شكلك بقى عره. انت هتكمل رجلك فوق رقبتك وجزمه فوق دماغك، هتكمل الدوري. شركه الكره بتاعت الاهلي امبارح مطلعه بيان، احنا بنطلب من مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يكمل المسابقه. غصب عنك هتكمل يعني هتكمل، مش هتقدر، مش هيقدروا يتحملوا التكاليف. انت بتتكلم في ربع مليار جنيه، 250 مليون جنيه، 250 مليون جنيه خسائر. طبعا النادي الاهلي يقدر يتحمل كل الكلام دوت، بس برضه ما هو عيب.
انا بس حبيت اقفل الموضوع تماما وخلاص كده، الموضوع انتهى واقفل بقى على كده. انت اتخصم منك الست نقط، تطبق عليك اللائحه بمعنى اصح وخلاص وشكرا. شكرا للنادي الاهلي على الست بونت دولت، وانا يعني مش عارف اقول لكم ايه. تمام تمام. زيزو بص، انا ما بحبش اطلع اتكلم على حاجه تمام ما حصلتش. يعني انا مثلا شايف التاني موقف مجلس اداره النادي الاهلي داري على خيبته، ان هو طلع فرقعه اعلاميه صدرها للجمهور انه تعاقد مع زيزو. طبعا ده يا باشا ما حصلش، وقلت لك الكلام دوت، قلت لك الكلام ده في فيديو قبل كده، ان ده مش هيحصل، وانا متاكد ان هو فرقعه اعلاميه لان يثبت عكس ذلك. تمام. احنا النهارده بنتكلم في خبر ان الزمالك وصل لاتفاق ب 70 مليون جنيه تقريبا، تمام، انه هيجدد عقد زيزو، اللي مش اكيد بقى ان هو مضى للاهلي. انت حاولت تنسي جمهورك بحاجه شبه كده، سياسه واحترمك عليها، دي سياسه واحترمك عليها، بس انت برضو بتستخف بعقليه مشجعك. ايه رايك كمشجع في اللي بيحصل؟ قول لي ايه رايك من ساعه الانسحاب لموضوع زيزو. يا عم انا اتمنى لك كل خير يا عم، وخد زيزو، انا ما عنديش مشكله والله، انا ما عنديش مشكله مع اي لعيب يمشي من الزمالك يروح للاهلي. انا راجل والله، انا فير جدا معاك، انا ما عنديش اي مشكله ان يا عم خد اللي تاخده من الزمالك، الف هنا، اعمل بيه حاجه، ولع بيه الدنيا، انا ما عنديش مشكله. انا مشجع زملكاوي وانا بقول لك والله ما عندي مشكله. انا بعرف اجيب لعيبه اعمل لها اسم، انا بعرف اجيب لعيبه من تحت الصفر بعمل لها اسم، وعلى كده كتير. انت بتحاول في جيل، يعني جيل الزمالك من اللي بدأ يتجمع من 2018 لحد ما تأسس في 2020. تمام. انا كنت بقى بقول الكلام ده لاصحابي وبتاع، بقول لهم والله الجيل ده ما هيكمل، الجيل ده جامد، الجيل ده هيعمل حاجات كتير. الله بأمانة الله كمشجع أهلاوي، ساعة ماتش القمة أو نهائي القرن بتاع القاضية، أنت بالله عليك كمشجع أهلاوي مش داخل الماتش دوت وعارف إن الزمالك هيكسبك بالسكواد اللي كان قدامك؟ حصل عكس كده، إن ده ماتش ملهوش أي بيبقى خارج المنطق، بيتكسب قبل الماتش ما يتلعب، لازم يتكسب قبل الماتش ما يتلعب نفسيا. انا عارف ان الجيل ده هيتفك، ما ينفعش يبقى جيل للزمالك كامل كده. انا مش عايز العب في نظريه مؤامره وبتاع، بس عايز ابعد عن الموضوع دوت خالص. انت ايه رايك في اللي انا بقوله لك ده دلوقتي؟ لسه لينا كلام كتير، لسه الحديث هيطول اكتر واكتر في الاحداث اللي جايه ديت، في تطور عامه في ملف زيزو دوت، ملف زيزو بالذات. هطلع اتكلم معاك شويه في الموضوع دوت الفتره الجايه.